سلام بنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم نهار جديد، الجو زوين الصراحه، فيه الضباب، الجو ديال الشتا. هنا في الصباح كنعطي القنيه شويه ديال الربيع، كنبدل ليها الماء تا هو، دايره ليها القنينه باش نبقى نجرها، كنخوي هاد الماء كنعاود نعمر ليه واحد اخر نقي وكنعطيه ليهم، ومن هنا كيبدا النهار. يا ليلا، هاد الجو غير ديال شي كاسعه ديال الحميص اختي، داكشي نيت اللي غادا ندير. نتوما شوفوا معايا الجو كيفاش داير. داكشي اللي غندير، غنوجد واحد الكاسعه ديال الحميص. المهم هنا ما غاداش ندير الدجاج الصراحه، ما كاينش، كاين غير اللحم. درت حسابنا شويه ديال اللحم على قدنا، درت شويه ديال الزيت، درت العطريه اللي هي خرقوم، سكنجبير، الابزار، شويه ديال الملحه، درت هنا الحلبه. غادا نزيد شويه اخر وغادي نغسلها، غنقيها عاد باش غادا نغسلها وغادا نلوحها في الكوكوط. غادا نشحرها. بالنسبه للعطريه الا كانت هكا شي كوكوط كبيره، كديري معلقه صغيره هكاك عامره باش يجي الرواق خاطر وزوين. المهم هنا حكيت تقريبا 5 فصوص ديال الثومه، ولا حتى 3 بحال هكاك صاينين. اللي عنده كركوبه وبغى يلوحها يلوحها. وغادا ناخذ واحد البصله، غادا نقطع شرائح بحال هكا، وغادا ندير العدس تقريبا كاس ديال العنبه تا هو، غادا ندوزو غنقيه، ومن بعد غنغسلو غنديرو تا هو في كوكوط. هادشي غادا نشحرهم كاملين. بالنسبه لهداك اللحم كنحطو بحال هكاك في الصينيه وندخلو الفريغو هكاك مقطع حتى كيجمد، وكنعاود نخرجو وكنحيدو هكا طريفات، كنديرهم في الساشيه وكنخليه تيبقاو الطريفات هكاك مجموع، زعما كيبقاو فرقين، كل طرف كتبقى بوحدو، تبقاي تهزي بلا كثرة الماء كيف الفريغو. داكشي الطريقه اللي بغيتو ديروها راه زوينه. المهم كنجمع الروينه بطبيعه الحال، دوك المويعنات كنحيدهم، كنغسلهم، كنمسح بوطاجي بحال هكا. هذه الطريقه اللي قلت لكم. من بعد كنهزهم كنديرهم بحال هكا في المويكا وكنسد عليهم وكندخلهم في الفريغو صافي. هنا غادا ناخذ داكشي ديال العدس اللي بقى كنديرو في قريعه وكنخبيه. هنا درت شويه ديال الجافيل حيت كانت تما اللحم تبقى الريحه والزفوريه وداكشي، وغسلت عاوتاني. وغادا ندوز باش ندير العجينه نعجنها. درت تقريبا زلافه ديال القمح، ديال الدقيق القمح، وغادا ندير الفورص على حسابنا عاوتاني، الكميه على حساب الافراد شحال. صافي وغادا نعجنها مزيان هكا، وشويه ديال الملحه درتها بطبيعه الحال، وما تكثروش ملوحيه في الروه على حساب، حيت العجينه تكون فيها الملحه باش تبننها ضروري. صافي هنا كنعجنها وكنخليها ترتاح. من بعد ما كندهنها بشويه ديال الزيت، كنغطيها بواحد المويكه بحال هكا. ومن بعد ما تقلى داك اللحم كنخليه حتى كيتقلى مزيان، كيتشحر، كيطلق الرغا. هذيك البصله كتطلق الرغا، كندير واحد الراس ديال الفلفله وكنراوي صافي، وكنسد عليها وكندير لها الصفاره وكنخليها. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه كنشدها بحال هكا وكنديرها هكا قريصات صغار، وغادا نخليهم عاوتاني يرتاحوا شويه. راه دغيا كيرتاحوا العجينه كيف ما شفتوا، دلكتها وخليتها كترتاح وعاد كتعاود تدلك. الا خليتيها ارتاحت كتعاود تدلك راسها عاوتاني. صافي هذه هي الكميه اللي درت. ودرت عاوتاني هنا فوق البوطاجي. بالنسبه المقله ديال المسمن الغليظه كنقلبها، انا كنديرها داك الوجه كنديرو لتحت حيت عندي شويه صغيره، كنديرها لتحت، والجهه اللي كتكون لتحت كندورها الفوق. راه مغسوله ومقاده وكلشي، كندورها بحال هكا وكنبقى نحط على حساب المسمنات. واخا يكونوا كبار كيجيو في الجناب، فهمتوا؟ حيت الا كان كصغير خاصني ندير قريصات حتى هما صغار. صافي كنستمر على هاد الطريقه، كندير وحده حتى كتشد راسها وكنعاود نقلبها، وكنعاود ندير عاوتاني واحده اخرى حتى كتشد عاوتاني راسها. كنحس بالاخرى تكون طابت من التحت كنقلبها وكندير عاوتاني الاخرى. الطريقه راه هي واضحه في الفيديو. كنستمر على الطريقه حتى كندير طرح كبير كيف ما عودونا امهاتنا بحال هكا. تعلمنا الصراحه ملي كنا باقيين صغار، كنا تنديروا بحال هكا وحده فوق من وحده فوق من وحده، كيجي رقيق وزوين. ما تخليوش حتى كيحمر بحال هكا بحال هاد الجهه. انا غادي نحيدها حيت تيجي محروق كيف قلت لكم، كيطلق واحد المذاق. من بعد ما كنكمل كنشدها وكنطويها على هاد الشكل باش هذوك الجنيبات اللي لتحت الا كانوا مطيبينش مزيان تيعاودوا يطيبوا. هذه هي الطريقه المعوده عندي انا اللي كنديرها ديما.
معتمده عفوا. صافي بحال هكا حتى كندير واحد الكميه كبيره وانا غاده وتندير وحده فوق من وحده كيجي رقيق وزوين. صافي كنبدا نفرتك فيه بحال هكا غير بايدي. كاين اللي كيقطعو بالمقص، كاين اللي كيدير ليه الموس. انا بالنسبه ليا كنديرو غير بحال هكا عادي وصافي. تنبقى نفرتك فيه هكا كيجي زوين. وحتى بالمقص راه تيجي فيه واحد النظر زوين بالنسبه اللي بغى يقطعو بالمقص ولا بالموس. صافي كتعطينا واحد الكميه بالنسبه لهذا الحميص غير يكون الروا كتير، اما هكا المسمن واخا يكون غير شويه كتروي مزيان كيعاود يتنفخ. صافي هنا غادا نبدا كنروي، غادا نقادو غادا نروي من بعد ما طاب اللحم بطبيعه الحال وطابت العدس والبصله راه كيجي خاطر صراحه كيجي زوين بزاف. صافي هنا كنبدا نروي وكنتمنى البنات ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم. متنساوش دعموني بلي لايك والاشتراك اللي مازال مشتركات في القناه ديالي، تشترك فيه وفعل الجرس باش اي جديد ان شاء الله كنحطو يوصلكم. وما تنساوش الناس دعموني بلي لايك لي لايك لي لايك باش الفيديو يزيد يطلع. وبسلام عليكم، خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نخليكم مع الشكل النهائي ديال هذا التريد اولا الحميص، كل واحد وشنو تيسميه، ولا الرفيصه. صافي راه كيجي لها الطريقه كيجي بنين الصراحه. وبالنسبه للمساخن حتى هما اللي عنده مساخن يدير شويه فاش يكون يلاه بغى يطيب الروا. صافي وكتخلي راكم عارفين الطريقه، كتبقاي تحطي هكا شويه وانتي كتاكلي بداك المساخن تيجي واعر. انا ما بقاش عندي الصراحه حتى انا. صافي هذا هو الشكل ديالو، كنتمنى يعجبكم. السلام عليكم، خليتكم على خير، فيديو اخر ان شاء الله.